اسمي نسمة، عندي 27 سنة. اتخطبت مرتين وما حصلش نصيب. دايما كنت بحس إن أنا أستاهل أحسن، يعني أستاهل حد أحسن من اللي تقدموه دي. علشان بصراحة ما خبيش عليكو، والله بشهادة الجميع أنا أحلى واحدة في المنطقة كلها. بهتم بنفسي وبهتم بجمالي. ربنا مديني جمال، كنت دايما شايفة نفسي أحلى واحدة في الدنيا كلها. أخويا كان متزوج وأنا كنت عايشة معاه في نفس البيت مع مراته يعني. والحياة كانت ماشية، كنت بشتغل وبصرف على نفسي علشان يعني ما زودش على أخويا الحمل والمصاريف. وأخويا بصراحة بيحبني جدا، وحتى لو ظروفه مش قد كده كان بيعمل أي حاجة علشان خاطر يجيب لي كل حاجة نفسي فيها. أنا ومرات أخويا ما كانش في بينا يعني تفاهم، ما كناش تقدروا تقولوا كده، ما كناش بنحب بعض. كنت دايما بحس إنها غيرانة مني علشان أنا أجمل منها في كل حاجة. بيتقدم لي عرسان كتير وأنا اللي برفض. لكن مرات أخويا كانت يعني جمالها محدود كده على قدها، وكانت من بلد أرياف، وكانت يعني زي ما قلت لكم طريقتها مش حلوة. وبسبب الموضوع ده كان بيحصل مشاكل كتير بينها وبين أخويا. كان دايما أخويا يقول لي قدامها يعني وإحنا بنتغدى، كان يقول كان نفسي ألاقي واحدة زيك، كان نفسي ألاقي واحدة في جمالك أتجوزها بدل اللي أنا متجوزها دي. طبعا الكلام ده كان بيضايق مرات أخويا جدا. وما كانتش بسبب الحاجات دي، ما كانتش زي ما قلت لكم بتحبني. يمكن ما كناش بنتكلم مع بعض كلمتين تلاتة طول اليوم. هي بتعمل حاجة أو أنا بكون بعمل حاجة تانية. يعني مثلا هي تمسح الشقة، أنا أغسل الهدوم، من غير أي حوار بينا ومن غير أي كلام. معاملة أخويا ليا الحلوة خلتها تغير أكتر، وبقيت كل شوية تعمل مشكلة مع أخويا لحد ما قالت له إن هي عايزة تنفصل، وإن هي مش هتعرف تعيش معاه، مش بتحبه بمعنى أصح يعني. أخويا الحقيقة يعني ما كانش متمسك بيها قوي. أنا حاولت يعني كذا مرة أقول لها يا بنتي طب يعني اهدي وكل حاجة هتتظبط. لو انتي متضايقة إن أنا عايشة معاك، أنا ممكن أرجع أعيش في شقة أبويا، لأن أبويا وأمي متوفين يعني زي ما قلتلكوا. كان أخويا بيرفض الموضوع ده تماما ويقول لي ده بيتك، واللي عايز يمشي يمشي. فهي كانت عارفة إن الكلام ده ليها أصلا. فما حصلش نصيب، ومعرفتش بصراحة أخليهم يتراجعوا عن فكرة الانفصال، وفعلا انفصلوا عن بعض. وزي ما قلت لكم ما كانش في بينهم أولاد. المهم مرات أخويا بعد الانفصال رجعت بلدهم، وأنا فضلت عايشة مع أخويا. هو كان بيشتغل الصبح، وأنا كمان بصراحة ما حبيتش القعدة. فقررت إن أنا بعد ما كنت شغالة وسبت الشغل رجعت أشتغل تاني، علشان يعني أخويا معظم الوقت بره وأنا بفضل قاعدة في البيت لوحدي، وأنا ما بحبش بصراحة قعدة البيت. فقررت إن أنا أنزل أدور على شغل، وفعلا اشتغلت في محل موبايلات يعني وكمبيوتر وكده. كانت مواعيدنا تقريبا زي بعض، بنطلع الصبح الساعة 10 الصبح وبنرجع الساعة 6 أو 7 المغرب. أخويا طبعا بيكون جايب غدا معاه، أو بنطلب دليفري وبنفضل طول الليل سهرانين مع بعض. بحاول إن أنا أصلح بينه وبين مراته علشان يرجعها، لكن ما كانش بيرضى خالص، ويقول لي أنا ما صدقت إن أنا انفصلت عنها، أنا مش عايزها، شايفة أسلوبها معايا عامل إزاي، وكمان مش بتهتم بنفسها. هي فعلا بصراحة ما كانتش بتهتم بنفسها نهائي، هي ولا بتخلي بالها من زوجها ولا من طلباته. أنا اللي كنت بعمل معظم الحاجات، أنا اللي كنت بكويله وبغسل له هدومه وبهتم يعني بكل حاجة، لكن هي كانت مهملة جدا في البيت ومهملة كمان في نفسها. فالموضوع ده انتوا عارفين بيفرق جدا مع الناس يعني. المهم قعدنا فترة كبيرة، كنت أنا وأخويا زي ما قلتلكوا بنشتغل من الصبح بنرجع آخر النهار، بنتغدى نقعد مع بعض في البلكونة نشرب شاي، وكانت الأيام جميلة بصراحة. كنت كل فترة كده بحب أحاول إن أنا أكلمه في موضوع مراته إن هو يرجعها وكده، لكن كان بيرفض خالص. استمرينا فترة كبيرة على النظام ده وأثناء الفترة دي زي ما قلت لكم كان بيتقدم لي عرسان كتير، بس ما كنتش بلاقي فيهم حد مناسب. وكمان أنا ما فيش بيني وبين أي شخص قصة حب علشان أبقى مستنية يعني خالص. أنا مش مستنية شخص معين، أنا مستنية حد يكون ظروفه المادية كويسة، علشان بصراحة نفسي أعيش مستريحة وأعيش مبسوطة وأعيش في رفاهية كنت نفسي فيها أو بحلم بيها من زمان. المهم فضلت كعلام مستنية فترة كبيرة، وكان كل اللي بيتقدم لي ناس من المنطقة، ناس شعبيين ظروفهم على قدها. معظمهم هيخليني أعيش في بيت عيلة، وأنا ما بحبش فكرة بيت العيلة والكلام ده.
وبصراحة كمان معظمهم كان يعني من الشباب اللعيبة واللي هي بتروح وتيجي والكلام ده، فكنت رافضة تمامًا، وأخويا الحقيقة ما كانش بيتكلم معايا نهائي في الموضوع ده، كان بيقول لي: "براحتك واللي أنتِ عاوزاه، إن شاء الله ترفضي 100 عريس، أنا مش فارق معايا، أهم حاجة إن أنتِ تتجوزي شخص أنتِ مقتنعة بيه وهو ده فعلًا اللي أنتِ نِفْسِك تعيشي معاه وكده." فبصراحة كان مخلّيني على كامل حريتي أو مدّيني كامل من حريتي في اختيار زوجي أو اللي هيبقى زوجي في يوم من الأيام. المهم عدِّت فترة وابتديت ألاحظ إن أخويا نفسيته وِحشة جدًا، بيقعد كتير في الأوضة مش بيتكلم معايا، بقيت كتير باجهّز غدوة وأقول له تعالَ اتغدى، يقول لي لأ ما ليش نِفْس، ما بقيتش عارفة بصراحة ماله، كنت زعلانة جدًا عليه، زي ما قُلت لكم إحنا كُنّا قريبين جدًا من بعض، فحاولت إن أنا أتكلم معاه وأعرف ماله، فقُلت له: اتكلم معايا، احكِ لي، فضفض معايا، أنت نفسيتك مش حلوة خالص الأيام دي." فقال لي: "ما فيش وإن شاء الله كُلّه هيبقى تمام." فقُلت له: ماشي، أنا ما عنديش مشكلة، كُلّه هيبقى تمام والله وكل حاجة هتتضبّط، بس أنا زعلانة عليك وعايزة أعرف مالك، إحنا ما لناش غير بعض في الدنيا." فلقيته بيقول لي: "الكلام اللي مضايقني مش هينفع أتكلم معاكِ فيه." فقُلت له: "إحنا من إمتى في بيننا الكلام ده؟ اتكلم معايا بكل صراحة وما فيش أي مشكلة خالص." راح قال لي: "أنتِ عارفة بعد ما مراتي يعني سابت البيت ومشيت أو انفصلنا، أنا يعني محتاج واحدة في حياتي، محتاج أحس إن أنا متجوّز زي كل الناس." فقُلت له: "طب وإيه المشكلة؟ ده من حقك، طب ما تشوف عروسة تانية وتتجوّز وتعيش حياتك." قال لي: "خلاص أنا جرّبت حظي ومش عايز أكرّر التجربة تاني يعني، لكن أنتِ عارفة إن في حاجات بتدور في دماغي وكده." أنتم فاهمين طبعًا هو يقصد إيه، حقوقه يعني والكلام ده. فقُلت له: "طب يعني أنا مش عارفة أقول لك إيه، بس أنت لازم تتجوّز علشان ده من حقك وكمان أنت لسه صغير." فراح قال لي: "خلاص بسيبِك من الموضوع ده وهي فترة وبتعدّي." فبعد فترة لقيته برضه ظروفه زي ما هي وحالته النفسية زي ما هي، وكمان بقيت بالاحظ يعني وأنا باغسل الهدوم بالاحظ إن في زبادي. بصراحة الموضوع أنا طبعًا عارفة وفاهمة كل حاجة، بس مش عارفة أتصرّف معاه إزاي. ما بقاش بيخرج من البيت، بقى معظم الوقت ساكت، فبصراحة ما لقيتش حل قدّامي غير إن أنا أتكلّم معاه بكل صراحة. المهم قُلت له: أنا عايزة أتكلّم معاك شوية." قال لي: في إيه وكده؟ فأنا بقى لي فترة يعني قبل ما أقرّر إن أنا أتكلّم معاه في الموضوع ده، إن أنا زي ما أنتم عارفين قاعدة لوحدي في البيت مع أخويا، فباقعد براحتي بالبس كإنّي عروسة جديدة، فابتديت آخُد بالي إن أخويا مركّز مع الفاكهة ويعني باحس إن هو كده عايز يقول لي إن هو جعان ونِفْسه ياكل، بس طبعًا كان ما بيرضاش لحاجة زي كده. فقُلت له كل حاجة بصراحة، قُلت له: "أنا أخدت بالي إن أنت جعان وفاكهة وكده." راح قال لي: "طَب هاعمل إيه يعني حُطّي نَفْسِك مكاني." فقُلت له: "خلاص أنا ما عنديش مشكلة، يعني عايز تاكل الفاكهة كُلها كُلّها، أنا ما عنديش أي مشكلة، أنت أخويا ويعني إحنا مع بعض." فراح قال لي: "أنتِ بتتكلّمي بجد؟" قُلت له: "آه." راح قال لي: "طَب أنا بجد مش عارفة أقول لك إيه، أنا أصلًا من زمان نِفْسي أتجوّز واحدة في جمالك وكده." فقُلت له: "اعتبرني ما فيش أي مشكلة خالص." وفعلًا ابتدى إن هو ياكل الفاكهة والبطيخ وكل حاجة. استمرينا فترة كبيرة على الموضوع ده، بس طبعًا كان في شوية خوف أو شوية قلق، فلقيته بيقول لي: "أنتِ مبسوطة معايا وإحنا عايشين مع بعض؟" رُحت قُلت له: "أكيد أنا مبسوطة جدًا." بصراحة كنت بابقى في دنيا تانية وإحنا في الموضوع ده، بس طبعًا كان بيبقى في حاجات ما تنفعش وكده، فلقيته بيقول لي: طَب مش بتفكّري تتجوّزي؟" قُلت له: "خلاص أنا مش عايزة أتجوّز، إحنا هنفضل عايشين مع بعض طول ما أنت مش هتتجوّز، أنا خلاص مش هاتجوّز ومش محتاجين أي حاجة من حد تاني." فقال لي: "لأ أنتِ لازم تتجوّزي علشان خاطر الموضوع يبقى يعني زي ما تقولوا كده براحتنا، ما فيش أي حاجة ما تنفعش، أنتم فاهمين طبعًا." فقُلت له: "بصراحة عندك حق." المهم قال لي: "خلاص هنشوف مين اللي هيتقدّم الأيام اللي جاية." وفعلًا جِه شخص كده كان طبعًا هو كان ليه مواصفات في الشخص اللي هو اتجوّز بعد اللي حصل، كان عايز شخص كده شخصيته ضعيفة، يعني ما لوش حد، أنتم فاهمين طبعًا. وفعلًا جِه الشخص ده وكان زي ما قُلت لكم شخصيته ضعيفة جدًا، ما بيتكلّمش كتير، زي ما قُلت كده بمعنى صح أنا اللي كنت هامشّي الدنيا كُلّها وبيسمع كلامي وما بيقوليش لأ على حاجة. وفعلًا اتجوّزنا وكنت معظم الوقت بافضل قاعدة مع أخويا في الشقة، وبارجع عند زوجي بس أيام قليلة في الأسبوع أو ساعات قليلة، ومعظم الوقت بابقى قاعدة مع أخويا.
أنا عارفة إن كل ده حرام وغلط، وأنا فعلا يعني اتكلمت مع أخويا وقررنا إن ما ينفعش اللي بيحصل ده، خلاص إحنا لازم نرجع لربنا ونتوب، ونفسي بجد ربنا يسامحني. عايزة رأيكم في الكومنتات وتقولولي أتصرف إزاي وأعمل إيه في القصة اللي أنا حكيت له لها دي. يا ريت تكتبولي رأيكم.